طب ده واحد يقول لك ايه، ده عملت كده قدام باتشوكا، امال هتعمل ايه قدام انتر ميامي؟ يا جماعه باتشوكا مش فريق قليل، باتشوكا مش فريق قليل والله، باتشوكا فريق جامد. قدام انتر ميامي ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب انتر ميامي، ما تقلقوش يا جماعه. بس عايز اقول لك يعني النهارده المباراه الوديه ديت عشان برضو ايه المدرب بيدرب اللعيبه. الناس تقول لك برضو الشناوي يلعب ولا شوبير؟ لا الشناوي الصراحه، الشناوي. انت النهارده مصطفى شوبير في ضربات الجزاء انت بتترمي في الزاويه اللي رايحه فيها الكوره ومش عارف تجيبها، ده اللي بيزعل. هو شوبير برضو يعني حارس مرمى ممتاز وبرضو مستواه كويس، بس هنا بقى فاضل ايه التكايه الاخيره. يعني انت بتترمي على الكوره ورايح في الزاويه الصح والكوره تيجي في ايدك وتخش، ما ينفعش. الشناوي الصراحه النهارده في الشوط الاولاني شايل اكتر من جونين مؤكدين. يعني الكرة بتاع كريم الدبيس اللي غلط فيها وراح اداها للمهاجم بتاع باتشوكا، الراجل مرتين يشوط على الشناوي والشناوي يصدها. طب انت عايز ايه تاني؟ ده كده الشناوي يعني خلاص ريبيرو كده بصم بالعشرة. لا الشناوي هيلعب اساسي، مش يعني خلاص. يعني انا كريبيرو اقول لك لا الشناوي مش هقعده تاني. هتقولي طب شوبير يلعب، اقول لك مش هقعده تاني خلاص، هو كده الشناوي اثبت وجوده. ناس تيجي تقول لك طب بالنسبه لخط النص، لا خط النص عادي، ممكن مثلا تلاقي مروان عطيه، هتلاقي بن رمضان، وهتلاقي امام عاشور. طب الهجوم بقى هتلاقي اسامه ابو علي. ده اللي يزعل، اسامه ابو علي مش هيجي الا بعد يوم 10، واول مباراه ليك مع انتر ميامي يوم 14، لان اسامه ابو علي زي ما احنا عارفين بيلعب مع منتخب فلسطين، فالمنتخب فلسطين مش هيسيبه الا يوم 10. طيب هو يجي لك امتى؟ هيجي لك على يوم 10 بالليل، يوم 10/6 هيجي بالليل. طيب هل هيبقى مؤهل؟ لا ممكن يقعد مثلا على الدكه وجراديشار يلعب ويقعد هو ايه مثلا ايه احتياطي. عشان كده في دلوقتي الاهلي بيتحرك اللي هو لازم يضم مصطفى محمد. ليه الاهلي بيتحرك عشان يضم مصطفى محمد؟ عشان خاطر اسامه ابو علي لسه هيرجع من منتخب فلسطين، لا قدر الله ممكن يرجع مجهد، يرجع مصاب، مش هيبقى برضه اسامه ابو علي اللي احنا عارفينه، لسه بياخد حاجه اسمها فتره اعداد. فهنا الاهلي ماشي دلوقتي في سكه ان هو لازم يضم مصطفى محمد، ومصطفى محمد يعني كده او كده لازم تجيبه، لان بعد كده اسامه ابو علي اساسا هيخرج بره، هيجي له عروض وهيخرج بره، فلازم ان انت تضم مصطفى محمد. محتاجه. يعني مصطفى محمد لو لحق والاهلي ضمه وايده ولعب في ماتش انتر ميامي، يعني ده يبقى من كرم ربنا علينا. محتاجين فعلا مصطفى محمد. فمش عايز الناس تزعل النهارده ان الاهلي خسر من باتشوكا من ضربات الجزاء. اولا ضربات الجزاء حظ، تاني حاجه ان مباراه وديه، تالت حاجه كده المدير الفني ريبيرو بيجرب الناس وبيشوف مين ينفع ومين ما ينفعش.